يا أهل، أنا كيرو، ودي الحلقة رقم 5 من بودكاست أفكار مع فنجان القهوة. البودكاست اللي هنحاول نلاقي فيه لحظات من السلام النفسي وسط دوشة الحياة. كل اللي مطلوب منك إنك تشرب قهوتك وتطبطب على روحك، وتيجي معايا في رحلة تكون فيها أنت صديق قهوتي المقرب. وفي نهاية الحلقة هكون سعيد لو شاركتوني تعليقاتكم وأفكاركم للحلقات الجاية، وكمان على سبيل الدعم والحب هكون ممتن جدا لو قيمت البودكاست ده على منصة البودكاست اللي بتحب تسمع منها. قهوة سعيدة. الحياة محطة تدخلها وانت مقتنع انك لازم تختار كلية محترمة حتى لو مش حاببها، تنزل منها وتبدل، تمشي شوية، تدور حواليك، تلاقي نفسك واقف وسط زحمة ناس بتجري بتحاول تلحق قطر الشغل، تركب، تعافر وسط مفرمة غير آدمية بالمرة، تحاول بس تلاقي لك كرسي أو حتى مساحة تقف فيها من غير ما حد يزوقك بره. بعدها تيجي محطة تانية شكلها هادي بس مليانة قلق وضغوط، مسؤوليات، بيقولوا عليها محطة الأمان. تحوش فيها قرشين، تحاول تبني لنفسك شكل حياة مستقر، أو على الأقل شكل مقنع قدام الناس. كل ده وانت ماشي بتدور بتحاول تلاقي طريقك، لحد ما فجأة يصفر صوت قطرك اللي جاي، قطر الجواز، القطر الأخير. ينصحوك اللي حواليك الحقوا عشان بيجري بسرعة وممكن يفوتك. تبدأ النظرات تلحقك والأصوات اللي حواليك تدخل في بعضها. اللي يقولك ما تفكرش كتير، القطر مش هيقف لك على طول. واللي يقولك خد بالك، القطر ده لو فاتك مش هيرجع تاني. واللي يخوفك بأن العمر بيجري، الحق اركب بقى، انت بتضيع وقتك ليه؟ بس هو القطر ده فعلا آخر فرصك في الحياة، ولا احنا اللي مصدقين انه بيعدي ومفيش غيره؟ المشكلة الحقيقية مش في القطر، المشكلة فيك. طبعا محدش سمعك من دوشة المحطة وزحمة الرصيف، وانت مش متأكد انك عايز تروح الرحلة دي، مش متأكد انك مستعد دلوقتي، لسه مش لاقي الشخص اللي تمسك ايديه وتودع بيه المحطة دي من حياتك. الحلقة دي يا صديقي مبنية على قصة حقيقية. مؤخرا كنت في تجمع مع أصدقاء ليا، ناس بحبهم، شلة عمر، القعدة كلها ضحك وهزار وذكريات. لكن وانا قاعد وسطهم أخدت بالي إنهم كلهم تقريبا بقوا في حتة تانية، حتة أنا لسه ما رحتلهاش. كل واحد فيهم شايل لقب جديد، بابا، ماما، وأنا لسه زي ما أنا. يمكن دي أول مرة ألاحظ الفرق بالشكل ده، بس ما اهتمتش أوي، ولا عمري كنت مهتم، لحد ما بنت أحد أصدقائي جريت عليا حضنتني من غير مقدمات، في لقطة عفوية مليانة حب. بهزر معاها وبقول لها بضحك زي ما بقول لها دايما: مش هتكبري بقى عشان أخطبك من بابا وماما؟ ضحكت وربعت في حضني كعادتها، وحسيت وقتها بحاجة غريبة، إحساس ملوش اسم، بس لو هحاول أوصفه هقول إنه مزيج من الحب والافتقاد لشعور حبيت إحساسه رغم إني عمري ما ركزت فيه قبل كده. حضنها كان دافي بشكل يخليني أفهم فجأة قد إيه فكرة الأبوة جوايا ومش مجرد كلمة بعيدة. سرحت لحظة، ولما رفعت عيني لقيت صحابي بصيني في نوع من السكون اللي بيبقى فيه
كلام كتير بيتقال من غير ما حد ينطق. وفجأة واحدة من أصدقائنا قررت تكسر حاجز الصمت وقالت لي جملة متأكد إنها كانت على لسان كل اللي قاعدين: طب إيه، مش فاضل غيرك؟ مش هنفرح بيك بقى؟ وفضلت الجملة دي لوحدها بتدور في دماغي زي صدى صوت مش عايز يهدى. بس السؤال الحقيقي جوايا كان له شكل تاني. يمكن السؤال ما يكونش هنفرح بيك امتى قد ما يكون: هو أنا فرحان بنفسي فعلا؟ هل حياتي ماشية بالشكل اللي أنا عايزه؟ هل ناقصني حاجة؟ هل أنا مستني القطر فعلا، ولا أنا اخترت طريق تاني بمحطات تانية؟ على سبيل الفضفضة ليك يا صديقي، خليني أقولك إني معظم الحلوين اللي لسه ما اتجوزوش مش ناقصهم حد يحبهم، بالعكس أغلبهم أشخاص جذابين مختلفين، ناس اشتغلت على نفسها بجد وفاهمة هي مين وعايزة ايه، مرغوبين من ناس كتير، بس دايما بتفضل أزمتهم الكبرى هم عايزين مين. الجواز في ناس بتقول إنه محطة استقرار، وناس بتشوفه محطة تفتيش لازم تعدي منها وإلا حياتك مش كاملة. بس السؤال الحقيقي: هل كلنا لازم نركب القطر ده؟ وهل لو فاتك القطر زي ما بيقولوا هتبقى طلعت من الحياة خسران؟ وهي الناس بتتجوز ليه؟ للحب، ولا هروب قانوني من الوحدة، ولا حماية مشروعة لنفسهم من ضغوط اللي حواليهم المتمثلة في أسئلة زي هنفرح بيك امتى؟ مش يلا بقى كل اللي حواليك اتجوزوا وعيالهم طولهم وانت لا. أنا على اقتناع تام يا صديقي إني حوالين كل شخص اتأخر في قرار جوازه ناس مضايقاهم الحكاية دي أكتر منه هو شخصيا. وأنا عن نفسي اتعلمت في حياتي عموما لو عايز تعمل حاجة صح أو تاخد قرار سليم، دايما قبل ما تعمل أي حاجة اسأل نفسك انت عايز تعملها ليه؟ دور على نيتك الحقيقية، وكل ما تحفر جواك أكتر كل ما هتوصل للدافع الحقيقي اللي وراها، وساعتها هتعرف إذا كنت عايزها فعلا ولا ده تأثير كلام الناس وضغوط اللي حواليك. المشكلة يا صديقي مش في إن القطر يفوتك، المشكلة الحقيقية هو أنت أصلا عايز تروح الرحلة دي. في كتابها سبينستر ميك a life of one's own، كيت بولك بتوصف إحساس الناس اللي اعتبروهم اللي حواليهم عدوا محطة الجواز والخلفة في الثلاثينات من حياتهم بطريقة عجيبة. بتقول إنهم بيعيشوا الثلاثينات بتاعتهم زي السواق اللي معاه عربية بس معهوش رخصة، يعني عايش ماشي في الدنيا بس اللي حواليه لسه مش معترفين بيه إنه راجل أو ست كامل النضج والأهلية، وكأن النضج شهادة ملهاش غير طريق واحد بس. وأنا في قناعتي الشخصية إنه أصحاب الثلاثينات فما فوق هم الأصلح لعلاقات الحب والجواز وفتح البيوت، وده السبب بسيط لأنهم أصبحوا ناضجين وعارفين أولوياتهم وفرص تهورهم بسذاجة في دخولهم في علاقات مش مناسبة ليهم شبه معدومة. هل التأخير في ركوب قطر الجواز كارثة، ولا هو مجرد اختلاف ترتيب محطات بين الناس وبعضهم في الحياة؟ ومين قال إن القطر لازم يجي في حياتنا بدري كده؟ وليه؟ كونك شخص عنده توقيت مختلف عن اللي حواليه كفيل يخلي الأسئلة تزيد والنظرات تبقى مليانة استغراب، كأنك ارتكبت جريمة في حق نفسك والبشرية، إنك لسه ما اخترتش شخص تقفل معاه صفحة العزوبية في حكايتك. لكنه صدقني أمر لا يعيبك ولا يقلل منك. بس يا ترى هل لأن الأغلبية اختارت حاجة يبقى هي الصح ليك؟
وعلى افتراض ان كل الناس قررت تاخد نفس القطر، لازم انت تركبه حتى لو محطته مش هي محطتك. النوع ده من التفكير يعتبر واحد من المغالطات المنطقية المشهورة، اسمه الاحتكام للأكثرية. الفكرة فيه ببساطة إن مش معنى إن الكل بيعمل حاجة تبقى هي الصح. اللي مشيوا شوية في الحياة فاهمين كويس إن الحب حاجة والجواز حاجة تانية خالص، وإن قلبك ممكن يدق عادي، لكن اللي يشاركك حياتك وعمرك لازم يكون إنسان روحك بترتاح له. واللي نضجت مشاعرهم بشكل كبير فاهمين الفرق ده جدا. الشخص اللي بتشوفه بعد ال30 واقف لوحده على رصيف محطة قطر الجواز وميعاد قطره لسه مجاش، هل حد دور على أسبابه؟ حد شاف حياته ماشية ازاي؟ ايه طموحاته، أحلامه، مسؤولياته وأولوياته؟ هو إنسان عادي، لا معقد ولا عديم المسؤولية ولا متوحد مع نفسه. هو إنسان غير طريقة تفكيره وتعامل مع ال30 من عمره كمحطة نضج مش محطة انتظار. الشخص اللي واقف لوحده بقهوته بعد ال30 على رصيف المحطة ده إنسان في الغالب رفض يدخل المفرمة عشان اللي حواليه عايزين كده. رفض يمشي مع القطيع ويخضع على أفكار بتفرض عليه شكل وتسلسل معين للحياة. ومهما وصفوا البعض بالمجنون، ومهما خاف البعض الآخر منه لما وجدوه شاذ عن لحن الأغلبية اللي حواليه، لكن خليك متأكد صدقني إنه أصبح إنسان مش فارق معاه الناس شايفينه ازاي. هو حاسس قد ايه هو حر ياخد القرار ده في الوقت اللي يشوفه مناسب ومع الشخص المناسب، وعنده الجرأة الكافية انه يختار ويتحمل نتيجة اختياراته كاملة. فأعظم حرية للإنسان هي انه يكون قادر على رفض ما يفرض عليه. وانتظارنا بقهوتنا على محطة قطر الجواز غير مثيرة للشفقة زي ما بيعملونا أغلب اللي حوالينا. نظرة بشوفها كتير في عيون اللي حواليا، نظرة مش عارفين فيها يواسوك ولا يحاولوا يفهموا ازاي بكمال شخصيتك وعقلك وشكلك وروحك. مفيش حد في حياتك لحد دلوقتي. لكن اسمح لي أجاوبك بالنيابة عن نفسي وعن كل من هو منتظر بقهوته على رصيف الجواز بعد ال30. هو بقى زي ما انت شايفه كده لأنه وفر جزء كبير من طاقته لنفسه، اهتم بروحه الأول وحبها. هو إنسان رسم طريق لنفسه ومشي فيه ومستني اللي يجي يمشي معاه، لكن مش هينفع حد بعد العمر ده كله يخليه يغيره. احنا البشر يا صديقي من أهم أسباب تعاستنا إننا بناخد مسطرة غيرنا ونقيس بيها حياتنا. احنا مش بندور على أحسن حاجة في كل حاجة، احنا بندور على اللي يناسبنا، اللي يوافق روحنا. بندور على الحب اللي فيه ونس ودفى وسند، والعلاقة اللي فيها احترام وتفاهم وألفة، علاقة تبني مش تهد. أصل احنا ما بقيناش كده من فراغ. يمكن الفكرة كلها مش في التأخير، لكن في إن مش كل الناس شايفة إن الجواز هو الحل. وهل فعلا احنا اللي متأخرين ولا هو بس قطر رحلتنا لسه مجاش؟ في محطات بنختار ننزل فيها، وفي محطات القطر بيقف غصب عنك. وهنا الفرق بين اختيارك وقدرك. الأول بإيديك تقرر تركب، تنزل، تغير القطر كله، لكن القدر هو المحطة اللي فجأة بتلاقي نفسك فيها
من غير ما تكون خططت، من غير ما حتى تفكر، بس تكتشف إنها كانت مكتوبة لك من البداية. المشكلة إنه ساعات بنفضل قاعدين جوه القطر مش عارفين إحنا اللي مختارين الرحلة ولا الرحلة هي اللي اختارت. كان في قرارات في حياتنا لازم تاخدها بإحساسك مش بإلحاح الناس. ليه أغلب اللي حوالينا دايما بيفترضوا إن اللي متأخر في الجواز عنده مشكلة؟ وليه لو شخص قرر يتأنى لازم يتقال عليه بيكي أو خواف أو عنده معايير مش واقعية؟ طب ما يمكن ببساطة هو عارف نفسه كويس، عارف إنه مش مستعد دلوقتي، أو حتى مش مهتم بالجواز في الوقت الحالي. أوقات اللي حوالينا بيحسسونا إن الجواز محطة مفروضة علينا، لازم نركب القطر وهو بيتحرك من غير ما نسأل هو رايح بينا فين. لكن هل ده قدر فعلا ولا اختيار؟ في مسافات ضوئية يا صديقي بين حد هتتجوزه وبين إنسان بتقرر تعيش معاه بإرادتك الباقي من عمرك كله. فالتسرع في الاختيارات المصيرية مش شطارة، زي ما التأني مش دايما ضعف. المشكلة إننا عايشين في نمط حياة بيحب يربط قراراتك بعدد سنين عمرك، مش بمدى وعيك وراحتك النفسية. فتحول حوالينا الجواز وشراكة الحياة لماراثون إجباري كل الناس فيه بتجري، حتى لو مش مستعدين، حتى لو مش عارفين خط النهاية فين، وحتى لو أصلا مش عايزين يجروا فيه من الأساس. تخيل شخص واقف على خط البداية في سباق، لكنه مش متحمس، مش فاهم هو بيجري ليه، والناس حواليه بتزعق يلا بقى شد حيلك، كل الناس بتجري انت لسه واقف ليه؟ فكلنا بقينا عايشين تحت سقف توقعات لو محققتهاش تحس انك متأخر او انك مش كفاية او ما تستحقهاش. بعد رحلة نضج مش قليلة في الحياة ومن مكاني ده عايز اقولك حاجتين من كل قلبي: انت مش محتاج تثبت اي حاجة لأي حد. خد نفسك، انت اصلا مش في سباق مع حد، والسعادة في النهاية مش استحقاق جماعي لكنها رحلة فردية تماما. يقال ان بعض الاشخاص لا يتزوجون ليس لانهم لم يجدوا الحب، بل لانهم وجدوا انفسهم. من ضمن الحاجات الكتير اللي الناس ما تعرفهاش عن الشخص اللي واقف لوحده بقهوته مستني سعيد على رصيف قطر الجواز هي انه بذل مجهود في ترتيب حياته واولوياته وتعب في ده، بقى ناضج كفاية وعارف اللي بيسعده بيحاول يعمله، وعارف اللي بيوجعه فبيحاول يتجنبه. تخيل بعد ما توضب بيتك وتتعب فيه يجي واحد يدخل ويبدأ يحاول يعدل فيه، ويمكن مع الوقت ياخد راحته زيادة ويبدأ يكركب جواك ويلخبط ويخرب كمان. ليه؟ يدخل الشخص يعيش في البيت زي ما احنا عملناه ووضبناه وعايزينه يكون، يا الأفضل لنا تكون كل الناس ضيوف خفيفة من بعيد. يمكن لو غيرنا زاوية السؤال، لو بدل ما نقول ليه متأخرين في الجواز سألنا ليه بنتأنى في اختياراتنا، ساعتها ممكن نلاقي إجابات مختلفة تماما، ويمكن حتى نظرة الناس تتغير للفكرة كلها. بس مش عارف، تقريبا أرواح الناس اتغيرت، ما بقتش زي زمان. دلوقتي اللي بيتجوز 4 سنين يقول لك ده طول في الجوازة ويور عليه. في يوم وانا بقلب على الانستجرام شفت بوست بيقول خليك انت الكويس يمكن حد يلاقيك. الحقيقة لأ،
أنا بحاول أبقى كويس عشان نفسي، بحاول أكون مبسوط عشاني، بحاول أخف من جروحي علشان روحي تقدر تكمل في عبث الحياة دي. أنا بحاول أبقى كويس عشاني، وآخر هم إن حد يلاقيه. أنت عارف يا صديقي إيه اللي أسوأ من الوحدة؟ إنك تكون مع حد بس لسه حاسس إنك لوحدك، إنك تختار تكون مع حد بس لمجرد إنك تهرب من أسئلة بتتكرر حواليك وبتضايقك، لمجرد إنك تبقى زي الباقيين وتيجي بعدها تسأل نفسك وأنا كنت مستعجل على إيه؟ الخوف من الاختيار الخاطئ مخلي ناس كتير واقفين بقهوتهم مستنيين على رصيف الجواز، مش لأنهم مش عايزين يركبوا القطر، لكن لأنهم عارفين إن النزول منه مش بالسهل، وإن التمن مش مجرد وقت بيضيع، دي حياة ممكن تتهد وناس تانية ملهاش ذنب تدفع معاك تمن اختيارك الغلط. احنا البشر بنخاف ونتضايق من الانتظار، بس عمرنا ما سألنا نفسنا هل الخوف من الانتظار أصعب ولا الخوف من ركوب قطر غلط؟ ولو كنت فاكر يا صديقي إن اللي بيركب القطر الغلط بيعرف ينزل في أول محطة، تبقى غلطان. ده ممكن يكمل الرحلة وهو على يقين إنه في الاتجاه الغلط. كم واحد فينا بص حواليه ولقى نفسه في مكان ما كانش المفروض يكون فيه، وسط ناس ما كانش المفروض يبقى معاهم. كم مرة حسينا إننا ماشيين في طريق مش بتاعنا، بس كملنا لمجرد إن الرجوع صعب. فاوعى تخلي شعور الوحدة يرميك على ناس غلط ويوقعك في علاقات مش شبه. اوعى تصدق خرافة إنه في قطر للجواز بيفوت، أو إن في تاريخ صلاحية لسعادة الناس ومشاعرهم. الناضج الحقيقي مش اللي يتجري يتجوز أي جوازة، الناضج الحقيقي هو اللي فهم مشاعره، عرف أولوياته، أدرك إن ضغوط المحيطين مجرد أكاذيب مش لازم نخضع لها. واللي بيزوقك على الجواز وارد جدا يكون عايز يفرح فيك مش بيك. وإن افترضنا حسن النوايا في الجميع، فكل واحد يشرب قهوته بالطعم اللي بيحبها بيه. وأنا هنا مش بتكلم عن القهوة وبس، أنا بتكلم عنك. فكر براحتك، اختار القطر اللي يناسب رحلتك. الناس مش متساويين في الفرص ولا في الرحلات ولا في الأولويات. يمكن القطر اللي مستنيه هو نفسه، ولما توصل لنقطة التصالح معاها هتعرف إنك كنت في الرحلة الصح من البداية. مش لازم حياتك تتوافق مع السيناريو اللي الناس شايفاه مثالي عشان تكون كاملة أو سعيد. مفيش حياة كاملة صدقني. فاشرب قهوتك وطبطب على روحك. الجواز والحب مش أعظم إنجازات الحياة. الإنجاز الحقيقي إنك تعرف تعيش حياة أنت عايزها. وصدقني اللي مستنيين العلاقة الصح هم اللي لسه لوحدهم لحد دلوقتي. وفي النهاية أنا شخصيا مش عارف إذا كنت مستني حد يشاركني قهوتي في يوم من الأيام، ولا إذا كنت تعودت خلاص على طعمها لوحدي، لكني متأكد إن الحياة مش المفروض تتعاش بشكل معين ينفع لجميع الناس. وعلى رأي أغنية بحبها جدا الفترة دي، أرشحها لك تسمعها مع قهوتك الجاية، بتقول: لا نشبه بعض في الرحلة ولا القصة اللي عشناها.